يا رب الكل يكون بخير. اليوم أنا رسالتي للناس السوريين اللي جوا سوريا. نحن اليوم مثل ما الكل عم يحكي ومثل ما نحن شايفين إنه الشعب السوري انتصر أو نحن كسوريين انتصرنا، بس إذا بدنا نحكي بشكل واقعي أو بشكل حقيقي الشعب السوري لسه ما انتصر. الانتصار مو بس هو رفع علم الثورة، الانتصار مو بس هو معتقلين طلعوا من السجون. تمام. اليوم لازم يكون عندنا وعي كتير كبير بهي المرحلة بالذات، انه نأمن الحدود تبعتنا، انه يكون في شركات على ارض الواقع، شركات لإعادة الإعمار. نلاقي دول على ارض الواقع دخلت لسوريا وبلشت بدخل المصاري جوا سوريا، جوا الاقتصاد السوري، يكون في شركات. نشوف على أرض الواقع تحرك كبير من الدول العربية ومن الدول الأوروبية اللي كانت طول السنين منتظرة وقوع نظام بشار الأسد. اليوم لحد الآن أسبوع كامل على سقوط نظام الأسد ما شفنا تحرك من هي الدول. كلها شعارات، كلها كلام، كلها مباركات، مجرد كلام. غير طبعا شفنا للأسف بوقت الاحتفالات الشعب السوري هو عم يحتفل بنصره، عم يكون في اختراق للحدود، عم يكون في ضرب، عم يكون في غارات جوية. للأسف 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 ما كملت فرحة الشعب السوري. اليوم أنا بتمنى يكون عنا نحن كسوريين وعي كتير كبير آه، بالشي اللي عم يصير. مو بس نكون نحن عنا وعي انه كنظام بشار الاسد سقط، يكون في عنا احتفالات رفع علم الثورة، يكون في عنا وعي للي جاي، يكون في عنا وعي للايام اللي جايه، شو فيها، شو مخبيت لنا. ما نسمح لأي تدخل خارجي، ما نسمح نحن كسوريين يكون في عنا عنصرية بين بعض، ما نسمح بتقسيم سوريا، ما نسمح بأي تدخل خارجي مهما كان. نكون نحن أصحابين القرار، نكون نحن إيد وحدة، وما نسمح لأي شيء تاني يفرقنا. من أول وجديد بكفي سوريا تعبت كتير والشعب السوري تعب، صار لازم إنه نرتاح. وبتمنى انه ما تكون هي بداية لتصفية حسابات اشخاص على حساب الثورة السورية او على حساب النصر السوري. هي كانت رسالتي، وبتمنى من كل قلبي انه الايام الجاية تكون احسن لسوريا وللسوريين.